عندما وصلنا الخرطوم كان ثمة معرض حزين أقيم في بيت متواضع. لم يكن هناك إعلان عنه في وسيلة إعلام ولا في جدار من جدران المدينة، ولكن عملنا كان سيقودنا بالضرورة إليه. لم تكن هناك دقة في إعداد المعرض، ولا براعة في تنظيمه، ولا غنى في محتوياته. كان فقره مدقعاً، لكن كم كان عملنا سيبدو ناقصاً من دونه. فقد كان طيباً مثل دمعة وفاء، ونبيلاً مثل روح صافية في أسمال. نظمت المعرض السيدة بتول مختار محمد طه في منزلها، وهي دكتورة في الإدارة، والمناسبة هي إحياء الذكرى 17 لإعدام عمها، وعمها هو أشهر ضحايا الرئيس جعفر محمد نميري. ولم تكن لأفعال نميري أصداء دولية إلا مرتين، الأولى حين أنهى الحرب الأهلية عام 72 فرشحته بعض الدوائر لجائزة نوبل للسلام، والثانية حين أعدم محمود محمد طه عام 85 فهبت عاصفة احتجاج دولية. قالت جون أفريك إن إعدام غاندي أفريقيا قد مسنا عميقاً، وأصاب الوجوم دوائر الفكر والسياسة في القاهرة. ووجد نائب بريطاني في إعدام طه خفضاً من قيمة كل إنسان يوجد على وجه البسيطة. محمود محمد طه داعية إسلامي قديم، أنشأ الحزب الجمهوري عام 45، وكان يدعو إلى بعث جديد للإسلام وإلى تصعيد المعارضة للاستعمار البريطاني، فكان أول سجين سياسي يحاكمه الإنجليز بالسودان عام 1946. ترك عمله وهو مهندس زراعي عام 66 وتفرغ للتأليف وقيادة الجمهوريين الإسلاميين. ولم تكن لمحمود وجماعته طموحات سياسية للوصول إلى السلطة، فقد كانت فلسفته ترتكز على التربية والتغيير الثقافي. وبدأت أفكاره بالظهور في النصف الثاني من الستينيات، وهي أفكار مثيرة للجدل ومتعارضة مع بعض المعتقدات التقليدية، وقد اعتمد المنهج الصوفي مدخلاً لفهم جديد للإسلام. عرف ببساطته وزهده وطيبة قلبه وإخلاصه لدعوته، وكان يفرق بين الأشخاص وبين أفكارهم، فكان حادباً على خصومه ومحارباً لأفكارهم، وكان نداً فكرياً للإخوان المسلمين وللطائفية السياسية في بلده، وهي ذاتها القوى التي انقلب عليها نميري وأصحابه عام 69. لذلك سمح له بالحركة، وبدأ الإخوان الجمهوريون بالتغلغل في أوساط المدارس والجامعات خلال السبعينيات، وشرعوا يعملون في العلن بتوزيع الكتب وعقد الندوات والكتابة في أجهزة الإعلام الرسمية. بدأت أولى مشاكله مع فئات دينية قبل انقلاب مايو، ففي عام 68 أصدرت إحدى محاكم الخرطوم عليه حكماً غيابياً بالردة، ولسبب أو لآخر لم يترتب إجراء على ذلك الحكم. ومع ذيوع مؤلفاته تكرر اتهامه بالردة من الأزهر عام 72، ومن رابطة العالم الإسلامي عام 75، ومن بعض مشايخ بلده عام 76. لكن الرئيس نميري كان معجباً بالشيخ العالم، وكان يترجى أن يجمع بينه وبين العلماء ليناظرهم. وفجأة انقلب إعجاب الرئيس إلى غضب. حدث ذلك بعد إعلان نميري تطبيق الشريعة في أيلول سبتمبر عام 83، لأن الشيخ كان من أوائل المعارضين لقوانين سبتمبر، وهو أول من أطلق عليها هذا الاسم، فشاع في الأدب السياسي السوداني. فسجن منذ أواخر عام 83 حتى 19/12 عام 84. وبعد 6 أيام من إطلاق سراحه صدر بيان موقع باسم حزبه طالب فيه بإلغاء قوانين سبتمبر، لأنها بتعبير البيان شوهت الإسلام وأذلت الشعب وهددت الوحدة الوطنية. في 8 كانون الثاني يناير عام 85 أدانته محكمة بالردة وحكمت عليه بالإعدام شنقاً. وترأس تلك المحكمة قاضٍ حديث السن كان قد تخرج من الجامعة منذ 3 سنوات. قوانين سبتمبر شوهت الشريعة وشوهت الإسلام، يضاف إلى ذلك أنها وضعت واستغلت لإرهاب الشعب
وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله هددت وحدة البلاد. وأما من حيث التطبيق فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيا وضعفوا أخلاقيا، تستعملهم السلطة التنفيذية لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب وتشويه الإسلام وإهانة الفكر والمفكرين وإذلال المعارضين السياسيين. في 15 من الشهر نفسه أيدت الحكمة محكمة الاستئناف الجنائية في العاصمة القومية برئاسة الدكتور المكاشفي طه الكباشي، وبعد يومين صدق الرئيس نميري الحكم. وفي صباح اليوم التالي لمصادقة نميري كان نحو 2000 مسؤول ومواطن قد اصطفوا في باحة سجن كوبر المركزي في الخرطوم لمشاهدة تنفيذ حكم الموت. وعندما حانت ساعة التنفيذ اقتاد حراس السجن طه من زنزانته حتى وقف أمام المشنقة. كانت يداه موثقتين خلف ظهره وقدماه ترسفان في الأغلال ووجهه مغطى بقناع أسود. ثم صعد إلى المشنقة وكشف الحراس القناع عن وجهه لفترة وجيزة ليراه الحضور في الساحة. عندئذ ابتسم طه، ومثل هذه الابتسامة كانت قد ارتسمت يوماً على وجهه وهو يودع فلذة كبده قائلاً لمعزيه: لقد ذهب ابني إلى أب أرحم. ثم اختفت الابتسامة وراء القناع الذي أعيد إلى وجه الشيخ. وفي 10 من صباح 8 من كانون 2 يناير عام 85 سحب الحارس قطعتين من الخشب كان يقف عليهما. بعد 10 دقائق جاء طبيب وفحصه فأكد أنه فارق الحياة. كان عمره 76 عاماً. لقد ذهب إلى ذلك الأب الأرحم. أما جثمانه فقد أقلته طائرة هليكوبتر ليدفن في منطقة مجهولة. سيادة الرئيس، هل تشعر بالندم لإعدامك محمود محمد طه؟ أبدا.